يا بومني حذري فزري. لا ايوه بالظبط، الحلقه الاولى من السيرك الرقمي المصري المدهش اخد مشاهده واحده، واحنا هنخلي الحلقه ديت اول حلقه من مسلسل السيرك الرقمي المصري المدهش. هو يعني الدنيا بتمشي بانتاج المسلسل. اسكتي عشان هوريكي حاجه. وشك الجميل المنحوس ده ساب آثار وفيديوهات وحشة خالص، واللي أنا ذات نفسي مش فاهمها خالص، واللي هي دي. هو الهطر اللي أنا شايفاه قدامي ده دي هي نتيجة أعمالنا، واللي هتكون أسوأ بمرور الوقت. يا لهوي، خاف فكك من كل الوساخة دي. أنا أصلا جبتك هنا عشان أوريك الحاجات الطرش الجديدة اللي هتحصل في المستقبل، زي مثلا مملكة الحيوانات اللذيذة، وكينج اللي هيكون ليه الموضوعية، وطبعا مش هننسى جاكس العميل الطيب. وده لا، ثانية أنا ما كملتهاش، ما تبصيش. اهلا كين، هموتك. ليه؟ عشان انت كتبت السكريبت بتاعنا وانا ما كانش ليا سطر، والمون كان ليا سطرين. هبقى اكتب لك سطر ان شاء الله يعني. طيب خلاص مش هقتلك خلاص. وانا هعرض دلوقتي دليل على شكل شخصيات السيرك الرقمي المدهش الجديدة، واللي هي هتكون فما بالك في معدل العنف، يعني في معدل الترفيه، يعني في معدل الفلوس، يعني في معدل ارتفاع المعيشة الفوق طبيعي. هو انت فقير عشان تحتاج كل الفلوس دي؟ تقريبا كده. تقريبا عندك حق. طيب هي ايه الحاجات الجديدة الترفيهية اللي عملتها يا كاين؟ كويس انك سألت يا بومني. طيب زي ما انت شايفة انا عملت تمارين كورة في نادي اف سي كين. الكورة مفيدة للأطفال عشان تخليهم صحيين، وكمان ومننساش دبوس بابل، وكمان دبوس بومني دبدوبي. ومش بس دبدوبي، في تيشيرتات واستيكرات جميلة فشخ طرش، وكمان في اسطوانات لتشغيل موسيقى السيرك الرقمي المصري المدهش وبكل أغانيها. ومش بس كده، كمان في تماثيل ليا أنا وبومني مصغرة، وتأكدوا إن انتوا تجيبوا الحاجات ديت لطفل عمره مش أقل من 3 سنين. وكمان اوعوا تنسوا تجيبوا الحاجات ديت من ديجيتال سيركس دوت ستور، وما تجيبوش من الحاجات اللي بتبيع زي وكمان اوعوا تنسوا تدخلوا على اللينك اللي في البايو. وبس، هو ده كل اللي عندنا في الحلقة دي. سلام.